هي ليه أسعار العقارات في دبي غالية أوي كده؟ دي من أكتر الأسئلة اللي بتجيلي على صفحتي، بس خليني أوضح لك شيء. ما بين أهم 10 مدن luxurious في العالم، دبي هي الأقل من حيث سعر الأدم. هديك مثال، في هونج كونج سعر الأدم 9500 درهم للأدم، في ماليزيا سعر الأدم 7900 درهم، في لندن سعر الأدم 7500 درهم، في أمريكا سعر الأدم 6200 درهم، في فرنسا سعر القدم 4500 درهم، في كندا سعر القدم 3500 درهم، في دبي متوسط سعر القدم هو 2100 درهم. ومن حيث التسعير خلينا ناخدها من زاوية تانية، أي عقار بنشتريه على حسب هو بيجيب إيجار كام. العقار اللي بيجيب تحت ال6% ROI في السنة يعتبر سعره عالي. لو انت جيت تشتريه وهو بيجيب ROI أقل من 6% ده يعتبر اوفر ماركت برايس. لو العقار بيجيب من 6% 7% 8% 9% 10% ده جود ديل، ما عدا اللكشيريوس بيلدينج اللي بيكون فيها ROI مش هو العامل اللي احنا بنشتري بناء عليه. انت بتشتري يونيك يونت مش موجود منها في السوق، فتسعيرها بيكون مختلف شويه، زي البنايات اللي بتكون شايله براندات كبيره زي بلجاري زي مرسيدس زي بوجاتي، زي البنايات اللي بتكون شايله براندات فنادق. هنا ما بنتعاملش معاها معامله الار او اي والكام بكام. لكن لو انت بتشتري عقار بغرض الاستثمار ويكون هدفك الاساسي هو الار او اي، انت لازم تحسب اليونت دي هتجيب لي ايجار كام عشان اقدر اكسب منها قد ايه. في الحاله دي انت بتحط ليها التسعير المظبوط. اما في حاله العقار اللي بنيجي نشتريه براند نيو برايمري ماركت من الديفلوبر، ده بتكون عنده معايير تانية كتير مختلفه. الديفلوبر بيجي يحسب الامينيتيز الفاسيلتيز المساحات المهدره في البنايه، نوعيات التشطيب نفسه، السبلاي تشين بتاع الماتيريال خلال مرحله الانشاء، وكل كوارتر بتزيد قد ايه. فموضوع التسعير واسعار عقارات دبي، لا، اسعار عقارات دبي هي افوردبل جدا. اسعار عقارات دبي هي فرصه حلوه جدا لاي مستثمر. لو عندك اي استفسار ومحتاج اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. مع السلامه.